ايه مريوم؟ يا جونا عامله ايه؟ الحمد لله كويسه؟ تمام. انا عندي مشكله كبيره. من امتى ما كانش عندنا مشاكل؟ صح. ماشي. احنا داخلين على صيام. احنا في صيام يونان، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، بس انا مشكلتي مش صيام يونان. امال في صيام داخل علينا تاني. صيام القيامه. ماشي. طب المفروض ان زي كل سنه اكتسب فضايل. حلو. ازاي؟ اشرحي لي. هقول لك. هو قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. ما تسالي الاولاد. الاطفال؟ اه نسال الاطفال، ما نسالش ليه؟ حلو. طب هنسميه ايه؟ ثانيه بس. ماشي. ايوه ثانيه بس معلش. ثانيه بس. ازيك عامله ايه؟ كويسه؟ جاهزه اسالك كام سؤال؟ طب ازيك يا بنت عامله ايه؟ كويسه؟ جاهزه؟ هسالك كام سؤال. ازيك يا لوشي؟ عامله ايه؟ جاهزه للاسئله؟ ماشي. اول سؤال معانا. اول سؤال عايزه اسالك احنا داخلين على الصيام. هل عندك اي معلومه ايه الصيام ده؟ صيام الغطاس. الغطاس؟ مش عارفه اسمه. يعني اي حاجه فكري كده دقيقه كل بابا يسوع. صيام بابا يسوع اللي هو ايه؟ يعني ميلاد ولا قيامة ولا ميلاد؟ يعني الصيام اللي جاي صيام الميلاد. هو طب مفيش معاكي مثلا سن الرسول؟ صيام جبت مرة؟ فكر فيها كده. طب ممكن نسمي جوهر؟ طيب هسألك سؤال معلش وتجاوبيني. الصيام اللي جاي تفتكري كام يوم؟ تقريبا 3. هي إجابة صحيحة، بس انت قلتي لي ان الصيام العذراء اللي جاي ده صح؟ يعني الصيام العذراء 3 أيام. كل شيء وارد. 3؟ طب انت قلتي لي الصيام اللي جاي ده صيام ايه؟ فكري. هل صيام الغطاس بيبقى ثابت انه بيبقى 3 أيام ولا ممكن يتغير؟ يعني ممكن يبقى يوم، ممكن يبقى يومين. ايوه بيبقى ثابت 3 أيام. طيب صيام الميلاد كم يوم؟ 3 أيام. الميلاد اللي هو يعني انت قلتي هو جاي بس هو فاهمه، فهو 3 أيام. مشيش معاكي ان هو مثلا 30 يوم، ممكن يبقى حاجه و50 يوم 60 يوم، يعني 3 أيام بس. هو الدين بيقول ايه؟ لو حابين نصوم نصوم. يعني انت بتقولي لو احنا عايزين نصوم يعني ده مزاجنا احنا. يعني انا ممكن مثلا احط 5 أيام واصومهم انا مع نفسي كده ولا ايه؟ ممكن نصوم، يعني نصوم مع الصيام لو حابة. كام يوم بقى؟ يعني الصيام الميلاد ده كام يوم؟ اللي هو اللي جاي علينا ان احنا المفروض لسه هنصومه. ماشي؟ 55 يوم. 55؟ تمام ماشي. يا شيخة ايه بقى يا شيخ؟ ليه الكنيسة بتحط الصيام؟ يعني ليه بنصوم؟ يعني الكنيسة معلمانا ان احنا في صيام وبنصوم. عشان لازم نصوم زي زمان لما صوموا. زي زمان لما صوموا برضه إجابة خارج الصندوق بس عجبتني. علشان ربنا بيقول لازم نحط الصيام في الكنيسة. علشان الكنيسة نظام زي القداسة. كنيسة وإيه؟ ونظامها. ونظامها؟
لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها كده. طب هسألك ثالث سؤال، ماشي؟ يعني إن شاء الله يبقى آخر واحد. إيه الحاجة اللي بنتعلمها من الصيام؟ وكل حاجة بنسمع الكلام، يعني الكنيسة بنسمع كلام الكنيسة ماشي. طب فكري طب دقيقة كمان كده. نسمع كلام بابا يسوع. انت عارفة ايه فضيلة؟ شاطرة، برافو عليكي، ماشي. مش عارفة. تمام ماشي. وزي ما احنا شفنا اجابات الاولاد بتوعنا ان احنا داخلين على صيام فعلا، وهو مدته 3 ايام، بس قالوا ان في صيام الميلاد هو اللي داخل علينا، فاجابات بصراحه خطيره. بس الحقيقه ان احنا داخلين على صيام يونان، صيام اهل نينوى، اللي هو عباره عن 3 ايام، وده بيبقى ثابت. واستنونا الحلقات اللي جايه عشان نتعلم فضايل اكتر.